لابد علينا أن نتحرى نياتنا، أن نتحرى في أعمالنا، هل أخلصنا العمل لله أم لا؟ فإذا أخلصت العمل وشعرت له قبول فاكتمه في قلبك، ولا تجعل له أثر على لسانك، واجعل له أثر على سلوكك وجوارحك أمام الله، أنك تخلص في هذا العمل لله وتبتغي به وجه الله، ولا تريد به منا ولا جزاء ولا شكورا من الناس. ولتكن كما قال الله: إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. إنا ماذا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا الوجوه فيه شديدة، ثم يكافئهم المولى جزاء إخلاصهم فيقول: فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نضرة وسرورا وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا. ما أجمل أن تخلص العمل لله.